السلام عليكم، صباح الفل والنور والياسمين. نتمنى الفيديو هذا يلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة. رجعت معكم بأسهل وصفة لنهار اليوم، راح تكون دي بيسكوي هكا في ميزون نقدموهم لأطفالنا بور لو غوتي ولا لو بيتي ديجوني. وصفة من أسهل وأروع ما يكون، نتمنى تعجبكم. ونفوتوا مباشرة للمقادير. عندي هنايا 120 غرام من الزبدة اللي تكون بدرجة حرارة المطبخ. ضفت عليها رشة تاع ملح، ونضيف عليها هنايا 70 غرام من سكر غلاس. من المستحسن اننا نصفوا سكر غلاس تاعنا باش نتحصلوا على نتيجة رائعة للبسكوي تاعنا. من بعد هنايا مباشرة رايحة نبدا نخلط هذيك الزبدة والسكر غلاس مع بعض حتى يتجانسوا ونتحصلوا على قوام كريمي. من بعد انا رايحين نضيفوا كما راكم تشوفوا معايا بالنسبه للبسكوي تاعنا فيه 4 مقادير فقط، اللي هي زبده، سكر غلاس، لافاني، بيض وكذلك الفرينه. وحنايا تحصلنا على احلى بسكوي في المنزل، خير من اللي نشرو هذاك تاع الكوميرس. هنايا بعد ما تجانست الزبده مع السكر غلاس نضيف عليهم هذيك الحبه تاع البيض اللي ضروري جدا انها تكون بدرجه حراره المطبخ هي كذلك. هنايا نخلط جيدا حتى تتجانس هذيك الحبه تاع البيض مع باقي المكونات. من بعد اني رايحه مباشره نبدا في اضافه الفرينه، ونضيف هنايا اني رايحه نسم هذيك العجينه تاعي بملعقه تاع لافاني. ضفت هنايا ملعقه صغيره تاع لافاني. وبالنسبه للفرينه كنت وزنتها قبل ما نبدا ندير في البسكويت تاعي. بالنسبه للمقدار المقدار تاع الفرينه هو 280 غرام من الفرينه. راني رايحه نحاول اني نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. نضيف هنايا هذيك الفرينه بالتدريج حتى نكمل كامل هذيك الكميه اللي هي 280 غرام من الفرينه حتى نكملها ونتحصلوا على اون بات ونتحصلوا هكذاك على اون بات سابلي. من بعد هنايا كما راكم تشوفوا معايا الطريقه جد سهله وبسيطه. نكمل هنايا هذاك المقدار تاع الفرينه ومن بعد نشوفوا التتمه تاع الوصفه تاعنا. استمريت في إضافة الفرينة حتى كملت كامل هذيك الكمية وتحصلت على عجينة طرية بهذا الشكل. هنايا مباشرة راني رايحة نديرها فيلم أليمونتير، نحاولوا أننا نبسطوا هذيك العجينة تاعنا هكذا. من بعد من أنا رايحين نحلوها هي رايحة تسهل علينا العملية. هنايا أنا رايحة نفيلمي العجينة تاعي ونخليها على الأقل ساعة في الثلاجة في الفريغو. من تحت هنايا ما نديروهاش في الكونجيلاتور، جوست في الفريغو نخلوها على الأقل ساعة كاملة. نقدروا نخلوها أكثر من ساعة لكن مينيموم على الأقل ساعة هكذاك باش نتحصلوا على نتيجة جيدة. بعد مرور هنايا أنا كنت خليتها تقريبا واحد 2 هكذاك. بعد مرور ساعتين بعد ما بردت العجينة تاعي مباشرة نجي هنايا نحلها فوق سطح العمل ولا فوق ان بابي كويسون. هنايا ما تحتاج اننا نديروا لها رشه تاع فرينه، نحلوها السمك تاعها يكون رقيق. من بعد نجيبوا لومبورت بياس اللي نكونوا حابين نخدموا به. انا استعملت هذا باش يعطينا هذاك ليفي تاع البسكوي اللي نشروهم تاع الكوميرس. من بعد هنايا منحل كامل هذيك الكميات على العجينه تاعي. نجيب ان كوردون وندير ثقوب لهذوك الحبات تاع البسكوي، ندير لهم هكذا ثقوب. هنايا تقدروا ديروا لهم ثقوب في الوسط كذلك ولا ديروا غير هكذا في لو تور. انايا اكتفيت جوست بلو تور. من بعد جبت هذا لوستانسيل اللي فيه هكذا الالفابي، كنت كتبت في ميزون وطبعت هذوك لي بسكوي تاعي في الوسط، درت في من الفوق وميزون من التحت. من بعد سخنت الفرن تاعي على 175 درجه، دخلت لي
لي بسكوي تاعي طابو، خليتهم حتى تحمروا. بعد ما خرجتهم من الفرن، هذا هو الشكل تاعهم. بالنسبه للفوغاج كنت درت لهم اون باتا تارتيني، درت هكذا في الوسط وبلحتهم، وبهذا الشكل حنايا تحصلنا على احلى واروع بسكوي ميزون نقدموه للاطفال تاعنا. حاجه هكذا نقيه كما شفتوا معايا، كميه قليله، درت 120 غرام تاع زبده مع 70 غرام تاع سكر غلاس. هذه عطاتني قياس تاع 3 باكي هكذاك تاع لو بسكوي، عطاتني 22 بياس تاع هاد لو بسكوي تاعنا. هذه هي كانت وصفتنا لنهار اليوم، وصفة سهلة بسيطة وسريعة يحبها الأطفال وكذلك الكبار هكذا مع قهوة حليب. نتمنى تعجبكم هذه الوصفة وتكونوا استمتعتوا وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو، وإلى الملتقى مع فيديو جديد بإذن الله.